القصة بتبدأ في عالم اتغير تماما بعد ظهور الصحوة. في أرض مهجورة ومتلجة مجموعة من أقوى الناس كانوا مجتمعين، كل تركيزهم كان على الزنزانة. الزنزانة دي كانت من أعلى مستوى، تصنيفها SS. كمان الزنزانة دي كانت أول زنزانة تظهر على كوكب أزور، وفضلت من غير ما حد يقدر يقهرها لعشرات السنين. مدخلها كان مليان هياكل عظمية، الأساتذة كتير دخلوا وما رجعوش تاني. لكن قبل ما أكمل حابب أقولك وان بيس عمك وعم كل الأوتاكو، فلو بتحب وان بيس انزل اعمل لايك للفيديو وما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن النهارده كان مختلف. محارب اسمه سومينغ دخل وقر الموت لوحده بعد معركة عنيفة وطاحنة. خرج منتصر بعد ما قتل الوحش الأسطوري اللي كان جوه الزنزانة، بس وهو خارج تعبان ومنهك ما استناش ترحيب ولا تهنئة. اللي استناه كان كمين رجالة كانوا في يوم من الأيام أصحابه وحلفائه حوطوه، ونواياهم كانت عدائية وواضحة. واحد فيهم سخر منه وقال له يبطل مقاومة ويسلم الأداة الأسطورية اللي لسه واخدها. واحد تاني أعلن نهايته باستهزاء وسماه بطل البشرية، وقال له لو سلم نفسه هيموته موتة سريعة. سومينغ وجسمه مليان طاقة وشرارات فهم خطتهم، أدرك إنهم مستنيينه يخلص الزنزانة علشان يسرقوا الأداة القوية. سأل نفسه إذا كان ده مخططهم من الأول. من وسط الخونة راجل أشقر اسمه جانغ تونغ تقدم وسحب سيفه اللي كان بيطلع شرارات زرقاء زي البرق. واجه صاحبه القديم رسميا وطالبه بالأداة الأسطورية، وحاول يلعب على وتر الصداقة القديمة، وقال له إنه ممكن يسيبه يعيش لو سلمها. بابتسامة مستفزة جانغ تونغ الفاخر قال إنه هيقضي على أي قوة فاضلة عند سومينغ. سومينغ مسك سيفه اللي كان مولع طاقة حمراء وحس بمرارة شديدة. افتكر ازاي كان بيتعامل معاهم كاخوات من وهم صغيرين، وحارب معاهم سنين طويلة من غير شك لحظة في سمهم اللي جواهم. قلوبهم كانت مليانة غضب وخيانة. قرر انه ما يموتش بسهولة. رفع سلاحه وفجر طاقة هائلة حمراء وبنفسجية من الأداة الأسطورية، وعملت انفجار ضخم هز المكان كله. وقف متحديهم وقال لهم لو عايزين خاتم تحدي الداو يبقوا يجوا ياخدوه بنفسهم، بس هو شاكك ان ولا واحد فيهم قوي كفاية. الطاقة المرعبة خلتهم يتجمدوا في مكانهم. واحد من رجالة جانغ تونغ نفد صبره وقال لهم يخلصوا عليه بسرعة. جانغ تونغ حذرهم من التهور طول ما سومينغ ماسك الأداة. وفي وسط التوتر ده شخصية جديدة نزلت من فوق بتنادي اسم سومينغ. رفع عينه باستغراب وشاف ست شعرها وردي اسمها شياو مان كانت طايرة ناحيته. حضنته بقوة وقالت له إنها سمعت إن في ناس بتدبر له حاجة وحشة وجت علشان كانت قلقانة عليه. سومينغ طمنها وقال لها إن كل حاجة تمام وإن أعدائه ولا حاجة قصاده. لكن في نفس الوقت كان مستغرب إزاي أعدائه عرفوا مكانه بالدقة دي. وهو بيفكر جانغ تونغ ابتسم ابتسامة غامضة. في اللحظة دي سومينغ حس بألم حاد في ظهره. شياومان كانت طعنته وهي بتهمس في ودنه إنها هي اللي كشفت مكانه. سومينغ اتصدم وبصلها وهو مش مصدق، وشايف دائرة سحرية حمراء بتنور على ايديها اللي ماسكة الخنجر. ما قدرش يستوعب ليه هي بالذات تعمل فيه كده. من الناحية التانية جانغ تونغ صرخ بانتصار وقال إن آخر قطعة في الخطة اتحطت، وأمر بتفعيل تشكيل السجن. فجأة علامة حمراء ضخمة ظهرت في السماء فوق سومينغ وحبسته. من الجرح طلعت سلاسل حمراء منورة لفت على جسمه وكتمت طاقته. عرف العلامة الملعونة وإنها تخص رين شياو مان، وأدرك إنها كانت بتخطط لخيانته من زمان. جانغ تونغ قرب ووقف جنب شياو مان وحط دراعه عليها وقال بسخرية إن التشكيل ده معمول مخصوص ليه وهيمنعه يستخدم قوته. شياو مان زودت بقسوة وقالت له إنها كانت دايما مع جانغ تونغ وبس، وقالت له ببرود إن وجوده كله كان علشان يبقى أداة، وإنهم احتاجوه بسبب موهبته النادرة ذات ال9 نجوم علشان يجيب لهم الأداة الأسطورية. بطلنا وهو مكسور ومطعون من كل ناحية وقع على ركبته وهو بيصرخ من الغضب والقهر. بعد ما اتربط وبقى عاجز جانغ تونغ أمر رجالته يقتلوه وياخدوا الأداة. هجموا عليه وسلاحهم منور جاهزين يخلصوا عليه. لكن فجأة الأرض انفجرت. إيد هيكل عظمي عملاقة طلعت من تحت ووراها موجة من محاربين هياكل عظمية وقفوا قدام الهجوم وحموا سومينغ. سومينغ بص بصدمة ومش فاهم مين اللي جه ينقذه. المنقذة كانت ست شعرها بنفسجي فاتح لابسة عباءة ومغطية راسها. سومينغ عرفها فورا، دي جياو ساحرة استدعاء الزومبي. نزلت ووقفت بينه وبين أعدائه ماسكة عصاية قوية. قالت له ما يستسلمش وإنها مش هتسمح لهم ياخدوا الأداة. جانغ تونغ سخر من ظهورها وقال إنها واحدة كمان جاية تموت، وتفاخر إنه معاه عشرات من الأساتذة وإن حتى الإمبراطور العظيم مش هيقدر ينقذ سومينغ دلوقتي. رجالته اشتبكوا مع الموتى اللي استدعتهم جياو. جانغ تونغ وهو مولع بالغضب اندفع ناحيتها وقال إن أي حد يقف في طريقه مصيره الموت. أثناء القتال
واحد من رجاله نداها وقال لها تاخد بالها من ظهرها، بس ده كان خداع. التحذير كان تشتيت، ولما لفت جانغ تونغ كان وصل لها، ضربها بسيفه الملفوف بالبرق وقال لها ما تزعلش من تصرفاته. سو مينغ وهو محبوس ومشلول ما قدرش غير انه يصرخ باسمها وهو شايف الضربة بتصيبها. بعد ما جياو وقعت وما بقتش قادرة تتحرك، جانغ تونغ شاف الفرصة، قال لسو مينغ ان قلقه على غيره ملوش اي قيمة وان دلوقتي دوره هو، وغرس سيفه المنور بالنور الازرق في صدر سو مينغ. قرب منه وقال له اخر اختيار بسخرية، وهو انه يسلم الاداة وممكن يسيبه يعيش. لكن سو مينغ كان عنده اخر تحدي، مسك السلاسل السحرية بايديه والدم بينزل من بقه، وبصلهم بنظرة مليانة كره وقال لهم انهم وحوش بجد. طاقة سودا وحمراء مرعبة بدأت تتكون جواه. في محاولة أخيرة يائسة فعل قدرة تدمير ذاتي تقنية أسطورية، انفجار الفناء. انفجار مهول خرج من جسمه وخلى جانغ تونغ ورينشياو مان يتراجعوا بخوف شديد من الانفجار. بعد ما كل حاجة سكتت، ساحة المعركة بقت هادية تماما. على حافة الموت مد ايده وهمس باسم جي ياو، زحف ناحيتها بكل ضعف وضم جسمها المجروح. كان مليان ندم وسألها ليه جت علشانه وهو خذلها كذا مرة. جي ياو ابتسمت ابتسامة هادية ضعيفة ورفعت ايديها لمست وشه وقالت له ان لو دي نهايتهم يبقوا يموتوا سوا. وهو حياته بتتسحب منه لقى سو مينغ اخر قوة فيه. سيفه ظهر فجأة وغرس في الارض قدامه، كل ده اعلان ضد اعدائه. ماسك جسد جي جنب قلبه. سو مينغ قاتل الزعماء اقسم قسم جاد، اعلن انه لو اتولد تاني هيلاحق رينشياو مان وجانغ تان ويقطعهم. الخونة كانوا بيبصوا من بعيد محتارين، وبعدين تعبت الابتسامة على وش جانغ تانغ وظهر له الصدمة وفهم خطة سو مينغ اليائسة. كان ناوي ياخد القطعة الأسطورية معاه للموت ويسحبها معاه في هوية الموت عشان ما يقدروش يمتلكوها. بعد ما عمل قسمه الأخير قال لهم إنهم لو عايزين القطعة الأسطورية هيكون عليهم يجوا وياخدوها. وبعدين قفز من على جرف عالي وهو ماسك جياو ووقع في الطاقة الفوضوية تحت. في إيده كان خاتم تحدي الطريق بينور بضوء ذهبي ساطع ومش ممكن تتغاضى عنه. الدنيا اتغطت باللون الأبيض. إيد سو مينغ بقت ساقطة كأنه فقد حياته. لكن بعد شوية وعيه رجع تاني، لقى نفسه مش في الهاوية لكنه بيبص لفوق على سما زرقاء صافية ومبنى مدرسة معروف. حيرته زادت لما سمع صوت من ميكروفون. المذيع بيعلن نتائج مراسم الاستيقاظ 127 في أكاديمية شويان جينغ الأولى. طالب اسمه وونغ شيانغ كان ناجح في الاستيقاظ، لكن فصله الجديد كان ساحر، حياة بدون أي قتال. سو مينغ دلوقتي طالب صغير واقف وسط مجموعة من المراهقين. سمع ناس بتتكلم عن حظ المدرسة وقالوا إنه مش كويس السنة دي. كلمة مراسم الاستيقاظ رجعت له إحساس مألوف، وفهم بصدمة شديدة إنه رجع بالزمن. كان عنده 18 سنة تاني يوم مراسم استيقاظه، وهو واقف وسط الطلاب ذكرياته عن اليوم ده رجعت له بكل وضوح. اتعرف على وونغ شيانغ اللي كان بيتقال له فاتي. فكر كمان في الطلاب اللي بعده، فاكر إن لي سونغ يانغ هيبقى محارب بنجمتين، والطالب تشينيوس استيقاظه هيبوظ. كمان سوي هيبقى ساحر معركة. الأحداث حصلت بالظبط زي ما هو فاكر. لي سونغ يانغ احتفل بنجاحه كمحارب، وبعده تشيان يو اللي بكى لما فشل استيقاظه، وبعدين سونغ لي اللي بقى ساحر معركة. مع كل حدث بيتوافق مع ذاكرته أي شك في سو مينغ تلاشى. ابتسامته اتغيرت بسرعة لغضب شديد لما فكر في خيانته من جانغ تانغ ورينشياو مان. حس إن الفرصة التانية دي لازم تكون هدية من الزعماء بتديه القوة إنه يكتب الماضي من جديد وينتقم من اللي ضايقه. وهو بيفكر فجأة سمع صيحة من الجمهور. على المسرح نسخة أصغر من جانغ تانغ كانت بتستيقظ، حواليه هالة بنفسجية رهيبة. المذيع أعلن بحماس إن جانغ تانغ استيقظ بفصل قتال نادر مخفي، محارب الدمى الشيطانية بقدرة قوية من 8 نجوم. الطلاب اتبسطوا جدا وبدأوا يتكلموا عن القوة الكبيرة اللي جاية من الشاب ده من عيلة جانغ المرموقة. لما سمع بطلنا ده سو مينغ قدر بس يبص بنظرة باردة ونار غضب على عدوه المستقبلي. والمذيع كان بيحتفل بموهبة المدرسة الجديدة، وسو مينغ حس بطبطبة على كتفه. اتلفت ولقى جياو شابة وصحيت لابسة زي المدرسة. قالت له إنها كانت بتدور عليه. شافته متفاجئ وسألته لو كان في حاجة غلط. سو مينغ ركز بسرعة وقال إنه عايز يبارك لها مسبقا. جياو استغربت وسألته بيبارك لها على إيه؟ صورة موتها في حضنه رجعت له. ابتسامة صادقة ولطيفة ظهرت على وشه. قال لها مفيش حاجة دلوقتي وإنها هتفهم قريب. وهو سعيد وفرحان زود وقال لها إنه كويس إنه شافها تاني. قبل ما يخلص كلامه
المذيع نادى على الطالب التالي جي ياو. كانت مستغربة وراحت على المسرح، حطت ايديها على الستيل الاسطوري اللي بيقيس قدراتهم، قطعة أثرية قديمة كبيرة مليانة طاقة زرقاء. لما لمسته قوة كبيرة انفجرت من الحجر وغطت المكان كله. صوت المذيع تعجب وقال إن جياو استيقظت بفصل قتال مخفي، ساحرة موتى بقدرة 7 نجوم. الطلاب التانيين اتصدموا جدا وبدأوا يتهمسوا بعدم التصديق. سومينغ بص بهدوء وابتسامة إنه عارف، وهو بيفكر إن كل حاجة حصلت زي ما هو متوقع، ودلوقتي الدور جاي على استيقاظه. المذيع نادى على سومينغ وهو ماشي ناحية المسرح. جي تمنت له حظ سعيد. الطلاب التانيين ما كانوش متفائلين، بيهمسوا إن من المستحيل يظهر فصل تالت مخفي، خصوصا يتيم زي سومينغ. المشهد بعد كده بيروح يفهمنا إحنا فين بالظبط. إحنا على كوكب آذور داخل أمة التنين، عالم محكوم بالمستيقظين الأقوياء. من سنين ظهر الاستيقاظ، من ساعتها كل شخص لما يوصل 18 سنة بيشارك في مراسم عشان يبقى مستيقظ. الناس دول غيروا العالم تماما، عندهم قدرة تحني الواقع ويكسبوا ثروات كبيرة، لكن القوة دي ليها تمن. المستيقظين دايما بيواجهوا تحديات لا نهائية ومواجهات مع وحوش واستكشاف زنزانات مليانة مخلوقات مخيفة. وهو ماشي ناحية الستيل الأسطوري، سومينغ فكر في حياته السابقة، فكر إنه كان يتيم بيعتمد على معونات ومنح. يوم مراسم استيقاظه الأول كان محظوظ من الزعماء، حصل ظاهرة رائعة وصحي عنده قدرة نادرة جدا من 9 نجوم وفصل أسطوري اسمه قاتل الأساطير. دلوقتي على المسرح في حياته التانية مصر إنه يغير مصيره، مد إيده ناحية القطعة الاستيقاظية، متعهد إن النهاردة كل الناس هتشوفه بشكل جديد. ولما عمل كده طاقة بنفسجية وزهرية ضخمة انفجرت وعملت مشهد مذهل في السماء. المذيع واقف مذهول مش قادر يصدق، بيسأل إذا كان الانفجار ده معناه ولادة عبقري بقدرة 9 نجوم أو أكتر. جي والطلاب التانيين كانوا مذهولين برضه. سومينغ مد إيده جاهز يحس بالطاقة اللي عرفها من استيقاظه الأصلي، لكن المرة دي حاجة مختلفة حصلت. شعار أزرق منور على صدره، ومنها ظهرت القطعة الأسطورية اللي مات معاها، خاتم تحدي الطريق. اتصدم تماما، فاهم إن الخاتم رجع معاه للزمن. قبل ما يستوعب ده حصل حاجة غريبة، إحساس غريب اجتاح جسمه كله وظهر له شاشة هولوغرافية. إشعار النظام أعلن إن فصل قاتل الأساطير النهائي اتربط بيه بنجاح، وبعدين أعلن إن النظام أسند له فصل جديد تماما واستيقاظه نجح. لكن مش فصله القديم ده، أعطوه حاجة أعظم بكتير، فصل أسطوري اسمه زعيم السيف. سومينغ قدر يبص بدهشة متسائل عن وجود فصل أسطوري والعنوان القوي اللي أخده دلوقتي. الطاقة الحمراء الهائلة من استيقاظه سابت كل الناس مصدومين جدا. المعلن اتصدم وقال لنفسه هو ايه نوع الفصل اللي يقدر يعمل الظاهرة دي؟ والطلبة اللي في الجمهور بدأوا يتناقشوا ويقولوا ده ممكن يكون معناه ايه. واحد منهم قلق وقال لو كان فصل مش قتالي سومينغ هيبقى في مشكلة كبيرة. جونغ تانغ قعد يضحك وقال لا مستحيل، مع رؤية قوية كده، مستحيل يكون فصل حياتي عادي. لكن وهو بيبص العرق نزل على وشه من كتر الطاقة اللي حوالين سومينغ. الطاقة كانت شديدة لدرجة انه ما قدرش يتحرك. سومينغ واقف ساكن في العاصفة دي بيراقب المعلومات اللي على اللوحة الذهبية قدامه. اتأكد ان الفصل اللي اتفتح له هو زعيم السيف مش قاتل الأساطير اللي كان عنده في حياته السابقة. لمس واجهة النظام اللي عملت مسح للتأكد من هويته وعرضت حالته الجديدة. ظهر ان فصله الجديد هو زعيم السيوف ومعاه موهبة ذهبية اسمها الصعود الشامل. الموهبة دي بتخليه يقدر يرفع أو يطور أي حاجة. سومينغ اتصدم شوية، فهم إن الموهبة الذهبية دي أعلى درجة من الفصل الأسطوري اللي كان فتحه قبل كده. ابتسامة واثقة ظهرت على وشه لما فهم إن قوته الجديدة لازم تتجاوز قوة الأساطير. متحمس يشوف قدراته الجديدة، فتح واجهة المهارات بسرعة، لكن الحماس اتحول لصدمة. الشاشة أظهرت 0 تقدم ورسالة واحدة بس، وهي إن مفيش مهارات مفتوحة. سومينغ اتعصب جدا، مسك اللوحة الهولوغرافية وقال في دماغه ازاي موهبة ذهبية من غير أي مهارة. وهو مشغول بالعصبية شوية الجمهور بدأ يتضايق منه، مش فاهمين التأخير ده ليه. المعلن سأل في الآخر لو خلص عملية الفتح ولا لأ. سومينغ بص على الشاشة من غير أي مهارات وهو غضبان جدا، ما صدقش إن بعد ما فتح فصل يعتبر من نوع الأساطير ما كانش عنده أي مهارة. فكر لو النظام بيهزر معاه. الشاشة أظهرت رسالة جديدة قالت إنها استقبلت ملاحظاته وهتبدأ في التوجيه التاني. وبعدين ظهر له حلقة اسمها حلقة التحدي للدو كانت بتلمع قدامه. استغرب وبص للحلقة وهي بتلمع. النظام أعلن إنه اتعرف على الأداة الأسطورية بنجاح،
أول ما الحلقة اتعرفت، لوحة النظام ضوت جامد وعمود ضوء ذهبي كبير طلع من مكان سومينغ لفوق السما. الصدمة اللي اتولدت ضغطت على المعلن نفسه اللي هو كمان مدير الأكاديمية، واضطر يثبت نفسه. فوق السما نجمة كبيرة ملونة ظهرت وفي نصها رقم 10. عيون المدير اتسعت من كتر الصدمة وقال بصوت عالي: سومينغ فتح فصل مخفي ب10 نجوم. اسم الفصل سيد السيوف. الجمهور اتجنن وبدأوا يصرخوا على الموهبة اللي تعدت حدود الفضاء. المستوى ده مخصص لأعلى الطلاب في الدولة. جونغ تانغ قعد ساكت من الصدمة، وواحد من الطلبة قال إنه كان شايف إن فتح جونغ تانغ اللي عنده 8 نجوم كان مجنون، لكن دلوقتي سومينغ ورانا موهبة ب10 نجوم كاملة. المدير ابتسم وقال: دي شكلها سنة مليانة نجاح للأكاديمية. مش بس عندهم فصول مخفية، كمان دلوقتي عندهم واحد مختار من الزعماء بموهبة 10 نجوم. وأكد إنه بالرغم من إن فصل سيد السيوف مش من الفصول العالية، لكن بموهبة 10 نجوم مستقبل سومينغ لا نهائي. المدير أعلن إنه هيدي سومينغ مجموعة كاملة من الأدوات اللي بتساعد على التدريب، لكن مش كل الناس كانت مبسوطة. الناس بدأت تهمس وتقول إن ده إهدار للموهبة، لأن فصل سيد السيوف من الفصول الضعيفة. قالوا إنه فصل متوسط بيضطر يتدرب على القتال البعيد والقريب مع بعض، وبيقسم تركيزه بين الهجوم الجسدي والسحري، وده بيخليه ضعيف في الأول. ناس كتير ضحكوا على حظه وقالوا النتيجة خيبة أمل، موهبة 10 نجوم ومع فصل ضعيف. وفي نفس الوقت اللي حاولوا يدافعوا قالوا مع التدريب الكتير سيد السيوف ممكن يبقى مصدر ضرر كويس، ومع موهبة سومينغ أكيد يقدر يحقق ده. لكن الناس السلبية قالت له ده محتاج مجهود ضعفين عشان يجيب نفس النتيجة، وهيبقى محظوظ لو قدر يعدي الزنزانة الأولى. على المسرح سومينغ سمع كلامهم ولف وشه شوية، عيونه اتحجبت. فكر في ازاي كل الناس اعتبرت فصل سيد السيوف بتاعه بلا قيمة. الجمهور فضل يهمس، وجي جريت عند سومينغ مبتسمة وقالت له مبروك. سومينغ رد عليها بالمثل. جي ياو شجعته انه ما يهموش كلام الناس، لأن فتح موهبة 10 نجوم ده شيء رائع. واعترفت ان الفصل ممكن يكون ضعيف في البداية، لكن اكيد مع موهبته مش هيبقى مشكلة. سومينغ ابتسم وشكرها، وقال لها انه مش هيسيب كلامهم يأثر فيه، واضاف بطريقة غامضة ان التقليل من قيمته هو بالظبط اللي هو عايزه، وده خلى جي تستغرب. الكلام اتقطع لما المعلن نادى على الطالب الجاي. الجمهور هلل وصرخ لما جه دور رين شياومان، اشهر بنت في المدرسة طلعت. جانغ تانغ كان بيشجعها، اما جي علقت على شعبيتها، لكن سومينغ فضل ساكت. بدل ما يتفرج لف ومشي بعيد. جي نادت عليه مستغربة وقالت له الحفل لسه مكمل. سومينغ رد عليها ببرود من غير ما يبص وراه انه مش مهتم. وهو ماشي ذكريات مؤلمة من حياته السابقة رجعت له. فكر ازاي رين شياومان استغلته وخانته وقتلته من غير تردد. فكر في القسم اللي اخده وهو بيموت، واستمد عزيمته للانتقام في حياته الجديدة. بعدها سومينغ اتمشى في المدينة وشاف العالم شبه ما كانش متغير، لكنه عارف ان في حاجات مختلفة. غير فصله الجديد فتح نظام ولقى مهارة اسمها الاختفاء التام. المهارة الأسطورية دي بتخليه يقدر يخفي أو يغير أي معلومات عن معداته أو فصله أو حتى مهاراته. عرف إنها واحدة من 4 مهارات رجعت له من حياته القديمة. في اللحظة دي فكر في الحلقة المضيئة، حلقة التحدي للدو. بص لإيديه من الصدمة وفهم إن الأداة الأسطورية اتبعته فعلا من الزمن القديم. ولما النظام اشتغل تاني قال إنه بيحمل الأداة الأسطورية. بعد الدمج ظهرت رسالة جديدة. سومينغ ورث جزء من مهاراته من الفصل القديم بتاعه قاتل الأساطير. استغرب جدا وفكر ازاي قدر يجيب مهارات من حياته القديمة. مع ان فصله الجديد سيد السيوف ظهرت شاشة حالة تفصيلية بينت اسمه سومينغ، مستوى 1 إحصائيات متوازنة. فصله هو سيد السيوف وموهبته الصعود الشامل. قسم المهارات دلوقتي فيه 4 قدرات: سيف قاتل الأساطير والإخفاء التام وخطوة الظل والعين الفاحصة. بالمعلومات الجديدة دي سومينغ بدأ يخطط. فكر في مثل قديم إن الراجل بريء، لكن لما بيبقى عنده كنز بيبقى هدف عشان محدش يستخدمه لأنه مش قوي كفاية. عرف إنه لازم يكون حذر. الموهبة 10 نجوم مش هينفع يخفيها، لكنه قرر يخفي كل حاجة عن فصله الحقيقي سيد السيوف. وأقسم وقتها إنه هيستغل الفرصة التانية وما يغلطش زي المرة اللي فاتت. عرف من تجربته السابقة إن تحدي الزنزانة الأولى هيجي في اليوم التاني بعد مراسم الفتح. ومع معرفته ومهاراته سومينغ واثق إن الزنزانة دي مش هتكون صعبة. هدفه إنه يتقدم بسرعة عن أي حد ويحصل على معدات أفضل كمان. عشان كده قرر يبدأ بأقوى وحش في الزنزانة من البداية. بس أول حاجة كان محتاجها سلاح كويس، وفي الوقت نفسه في أوضة فخمة في ناطحة سحاب اسمها القصر كان في مشهد مختلف.
جانغ تانغ ورين شياومان مع بعض. رين شياومان قالت لجانغ تانغ ما تزعلش، وإنه حتى لو سو مينغ حصل على فصل سيد السيوف موهبته العالية هتخليه ليهم قيمة بعدين. جانغ تانغ تعجب وقال هي قصدها إيه؟ سو مينغ كان ماشي في شارع كبير وابتسمت له رين شياومان شوية ووريته حاجة على موبايلها، وبمجرد ما جانغ تانغ شافها اتغيرت تعابير وشه من الانزعاج للدهشة. رين شياومان شرحت له خطتها بنظرة باردة وحسابية، وكانت واثقة إنه لو حط طعم صغير لسو مينغ هيقع فيه، وبكده يقدروا يستغلوه زي ما عملوا قبل كده. بعد ما خلصت خطتها وصل سو مينغ المبنى ضخم جدا فيه سوق أسلحة. ركب الأسانسير لحد الدور ال12، وهناك استقبله موظف في معرض الأسلحة. وهو ماشي جواه لاحظ المكان مليان طلاب صحوا قدراتهم حديثا وبيستعدوا لتجربة زنزانة المبتدئين. سمع بعضهم بيشتكي من قلة الفلوس، وفهم إنهم هيضطروا يتعبوا نفسهم في الزنزانات عشان يشتروا سلاح كويس. انتبه سو مينغ المجموعة متجمعة حوالين عرض معين، وكانوا بيبصوا على سيف أزرق لامع اسمه سيف جليد الطاغية، سلاح من رتبة ماسية بيتقال إنه اتصنع بواسطة لاعب من فئة السيوف الكبيرة العالية المستوى. الجماعة كانت مبهورة بقوته اللي يقدر يجمد دم الوحوش، لكن كانوا مترددين بسبب سعره ال1,000,000 عملة مغامرة. سو مينغ ابتسم لنفسه فاكر من حياته السابقة إن السلاح ده مقلد والتجار اللي بيبيعوه هيتقبض عليهم في الآخر. وهو مستغرب في تفكيره سمع صوت فجأة وراه، التفت وشاف واحدة ست أنيقة بشعر رمادي قصير ومعاها 2 من الحراس الشخصيين. سألته لو هو سو مينغ، وهو سأل مين هي. عرفت نفسها باسم جانغ لان، نائبة مدير مجموعة جانغ آنان، وسلمت له بطاقة أعمالها. سو مينغ خد البطاقة وقال إنه مش متأكد إنه يعرفها. تجاهلت جانغ لان كلامه وأعلنت بصوت عالي للكل إنها هتغطي كل مصاريفه النهاردة باسم المجموعة، وبعدين قالت إنها عايزاه يعمل لها خدمة. لما سألها عن نوع الخدمة وجهت أحد الحراس يوريه صورة. الصورة دي كانت لبنت صغيرة مبتسمة وعيونها مخفية بين الزهور البيضاء. شرحت له جانغ لان إن دي أختها الصغيرة جانغ يونينغ اللي كمان بتحضر في مدرسته ولسه مصحية قدراتها. قالت إنها اتأكدت من صحوته وعرفته إنه عنده موهبة 10 نجوم، وده يخلي زنزانة المبتدئين حاجة سهلة بالنسبة ليه. طلبت منه إنه يتعاون مع أختها ويحميها عشان تكمل التجربة بأمان. سو مينغ رفض على طول وقال إنه مش مهتم ومشي. وجانغ لان كانت مصدومة، صرخت وراه وعرضت عليه أي سلاح في المحل لو وافق، لكنه سابها ساكتة. غضبت جامد وفكرت إزاي طالب مفلس وبالكاد حظه كويس يقدر يرفض حد زيها. بس فجأة سو مينغ وقف وبهدوء رجع وقال كده، وأشار لأغلى سلاح في المحل وقال إنه هياخد سيف جليد الطاغية، السلاح المقلد اللي سعره 1,000,000 عملة. جانغ لان اتجننت وافتكرت إنه بيحاول يبتزها، وقالت له إنه بيصعب عليها الأمور وهل هو فعلا يستاهل ال1,000,000 دي. سو مينغ بس ذكرها إنها هي اللي عرضت عليه أي سلاح، وقال لها لو مش حابة تكمل يبقى الصفقة باظت. وبابتسامة واثقة نصحها تقول لأختها تجهز نفسها بأقصى ما عندها، بمعنى إن في حاجات مش كل الفلوس تشتريها. غضبها اختفى فجأة وابتسمت بفرحة شديدة. لقت سو مينغ شخص مثير للاهتمام، واعترفت لنفسها إنها تعدت حدودها. مشيت هي وحراسها والجمهور كانوا مذهولين بيتكلموا عن الطالب اللي لعب مع ناس قوية من مجموعة جونغ اتش. في اللحظة دي وصلته رسالة على موبايله من رين شياومان، نفس الرسالة اللي فاكرها من قبل كده، بتسأله إذا كان دايما معجب بيها وبتقول إنها غيرت رأيها وعايزاه يقابلها على سطح المبنى بالليل. سو مينغ ابتسم ببرود، فاكر إن حتى بعد صحوته تكتيكات رين شياومان ما اتغيرتش، ورد برسالة قصيرة موافق على اللقاء. بعد كده ركز بطلنا سو مينغ على إنه يلاقي سلاح. سأل موظف عن عرض حجارة السيوف وشرح له إن دي أحجار ممكن تطلع سلاح من رتبة فضية، لكن معظمها للأسف بتطلع أسلحة ضعيفة. سو مينغ قال له بالظبط ده هو اللي عايزه، لأنه بدل ما يصرف كتير على سلاح هيبقى قديم بسرعة يقدر يجرب حجر رخيص ويشوف النتيجة. هو فعليا كان يقدر يشوف البيانات داخل الحجارة، وده بفضل مهارة من حياته السابقة اسمها عين البصيرة، وده خلاه يقدر يختار الحجر المناسب بثقة. وبينما كان ماسك الحجر لاحظ بعض الطلاب التانيين، وواحد شعره أشقر عرفوا إنه نفس الطالب اللي رفض عرض مجموعة جونغ. راح هو وأصحابه يتريقوا عليه وسموه غبي لأنه ماسك حجر نفايات، ورفض هدية من شركة كبيرة. سو مينغ كان هادي وقرر يلعب معاهم، واقترح عليهم رهان 5000 عملة مغامرة إنه هيطلع سلاح فضي من الحجر اللي ماسكه. استغربوا شوية وبعدين ضحكوا واعتقدوا إنه بيضيع فلوسه. سو مينغ استخدم عين البصيرة، شاف السيف الأحمر جوه الحجر وكسره على طول. ضوء أحمر قوي خرج من الحجر وسيف طار في الهوا وهو ماسكه بإيده. الناس كلها مذهولة،
واللعبة أظهرت له سيف حديد أسود أحمر من الرتبة الفضية بقدرة تمتص دم الوحوش وتعالج صاحبه. سومينغ وقف وسط الصمت مبسوط بالسلاح الجديد وفكر إنه هيكون مثالي لموعده مع رينشي يومان بالليل. الشباب التانيين كانوا مذهولين، وسومينغ قال بشكل عادي إن السلاح كويس، خصوصا قدرته على امتصاص الحياة، مش محتاج معالج في الزنزانة الجاية. بعد كده فكرهم بالرهان وطلب 5000 عملة، وانصرفوا العيال بمرارة، وهو نصحهم بعدم عمل الرهانات كده مرة تانية. الموظفة كانت مصدومة وقالت دي أول مرة في سنين حد يطلع سلاح حقيقي من الحجر، وبفلوسه اشترى غمد ذهبي مزخرف بيقلل من تلف السلاح بنسبة 50%، وفرح لأنه هيقلل من استهلاك السيف. وهو ماسك السيف في الغمد ظهرت له نافذة نظام تسأله لو عايز يفعل ميزة جديدة للسلاح، لكنه قرر يستنى الوقت المناسب. ابتسم لنفسه وفكر في ازاي يرفع رتبة السلاح الجديد ويجهزه للمعركة الجاية. وهو ماشي في حديقة، سومينغ بدأ يفكر في وضعه. كان عارف انه بعد ما صحي كزعيم السيوف ما عندوش اي مهارة صالحة من فئة الصف بتاعه، بس الصف بتاعه كان معاه موهبة أولية قوية جدا اسمها الصعود الكوني. الموهبة الفريدة دي كانت بتخليه يقدر يرفع مستوى أي غرض مرة واحدة، وده خلى صفه الأسطوري يستاهل فعلا ترتيبه. وهو ماسك السيف بتاعه جرب القوة دي، ظهرت له رسالة من النظام بتقول إن الصعود الكوني اتفعل. الترقية نجحت وقدر يحصل على تأثير شارب الدم الأحمر. السيف بدأ يلمع بهالة حمراء قوية، وظهرت رسالة نهائية بتوضح حالة السلاح الجديدة. السيف بقى سيف حديد أسود محمر من الرتبة الفضية العالية، وقدرته شارب الدم اتطورت بحيث يقدر يمتص دم الهدف بمجرد ما يلمسه. وكسب مهارة جديدة اسمها العطش للدماء اللي بتدي زيادة مؤقتة في كل الصفات بنسبة 5%، وده لمدة 30 ثانية بعد قتل أي وحش. سومينغ كان مبسوط جدا بالترقية. بعد ما جهز نفسه فعل خاصية ظهور السلاح المخفية، وواثق إن الزنزانة بتاعت المبتدئين بكرة مش هتكون تحدي ليه. لسقف مبنى الأكاديمية كان واقف على خلفية منظر المدينة المستقبلية وسيفه الجديد في إيده. رينشي يومان كانت موجودة، استدارت وابتسمت ابتسامة مغرية وسألته بسخرية عن تأخيره. ابتسامتها اختفت على طول، وسومينغ من غير أي كلمة وجه ضربة بالسيف ناحيتها. هي صرخت ونجت من الضربة بالكاد، والسيف غرز في الخرسانة اللي كانت واقفة عليها. بقت في صدمة شديدة وسألت ايه اللي بيعمله. بنظرة باردة وثابتة قال لها انه جه عشان ينتقم. فجأة فكر في ذكرى مؤلمة من حياته السابقة، لحظة موته وهو ماسك جياو الميتة، ورينشي يومان كانت واقفة وما فيهاش أي رحمة. رينشي يومان كانت مذهولة وغاضبة وطلبت تعرف هو بيتكلم عن ايه، وقالت له انه لازم يفتكر انها لسه قبل اعترافه بالحب. رفعت الموبايل وورته سجل الرسائل اللي فيه انه قال لها انه بيحبها، وطلب منها يخرجوا مع بعض. صرخت بإحباط وقالت انه هو اللي حب يتواعد معاها، ومش فاهمة ليه دلوقتي بيحاول يأذيها. سومينغ بس وقف كده ووشه قاسي وساكت، وبنظرة باردة قال لها ان الاعتراف ده حصل في حياته السابقة. فكر في علاقتهم وكان فاكر انها اشهر بنت في المدرسة، وهو كان يتيم ووحيد. وافتكر اليوم اللي بعد اول مراسم الصحوة لما جات له بابتسامة لطيفة وسألته اذا كان تمام. من اليوم ده حس انه عنده حد بيهتم بيه، وده خلاه يبعت لها رسالة الاعتراف. وبدأوا المواعيد الرومانسية والقرب بينهم. بس السعادة دي انتهت لما شاف صورة ليها مع جانغ تانغ، رمز خيانتها المطلقة. في الحاضر وش سومينغ اتلوى بالغضب وصرخ انها كلها كذب، واتهمها بشدة وقال انه عارف كل تعاملاتها المشبوهة مع جانغ تانغ، وانها كانت بس بتستغله. رينشي يومان كانت مذهولة، حاولت تدافع وقالت ان كلامه فارغ، بس سومينغ استمر وقال لها انها عارفة كويس اذا كان بيكذب ولا لا، وشخصيتها الجميلة المتزنة مجرد خدعة. تقرب منها وصوته مليان سم وقال لها ان حقيقتها لا شيء، وانها بس شخص متفاخر وفاقد للحياء. رينشي يومان انفجرت وشكلها اتغير بالغضب، وصرخت فيه وقالت له ايه اللي يعرفه، وهي شتمته انه يتيم، وقالت له لو موهبته ما كانتش حاجة عمره ما كان هيتكلم معاها. هددته وقالت ان لا هي ولا جانغ تانغ هيسيبوه يهينها بالطريقة دي. سومينغ ابتسم بازدراء وتحدى تهديدها وقال لها تجهز، بس نصحها بالقلق اكتر على صورتها العامة اللي كانت شبه البريئة. السخرية دي اخدتها للحد النهائي، زعلت جامد، قفزت على السيوف اللي سابهم سومينغ على الخرسانة وضربت بيهم عليه. ولما كانت السيوف جاية ناحيته فكر سومينغ انها نفس تصرفاتها في حياتها السابقة، بس المرة دي كان مستعد. قبل ما السيف يوصل له طاقة حمراء خرجت من السيف ووقفته في النص وخلت رينشي يومان مصدومة تماما. سومينغ شرح انه كان متوقع الحركة دي وعارف ميولها للخيانة،
رسالة النظام أكدت تفعيل قدرة شارب الدم الأحمر للسلاح. خيوط الطاقة الحمراء انطلقت من السيف ولفت رين شياومان، ولحظة ما استهدفها بالسلاح اتحدد مصيرها. الخيط انطلق مباشرة على وشها وصرخت بصوت حاد من الألم وقالت إن وشها اتبهدل وهي واقعة على الأرض. سومينغ وقف عليها وقلب برود إنها هي اللي جابت ده لنفسها. كان على وشك يعلن إن دي بداية انتقامه، لكنها صرخت وقالت إنها هتخلي جانغ تانغ يقتله. من غير أي خوف سومينغ استدعى السيف اللي اختفى ورجع للمخزون واتجه بعيد وقال لها تروح تقول لجانغ تانغ إنه يقدر يجيله وقت ما يحب. أعلن إن ضربة النهاردة كانت فصله الأخير وسابها بتعيط على السقف، وهو فكر إن السيف ده قطع كمان المشاعر اللي كان بيعتز بيها زمان. بعد كده وصلته رسالة من الأكاديمية من المدير وانغ بنفسه بيبارك له على الصحوة بتاعته وقدم له حزمة تجهيزات للزنزانة المبتدئين. الحزمة كانت فيها حبة تقوية وطقم معدات قتالية و10,000 عملة مغامرة. في اليوم التالي بدأ الساعة 6 الصبح وسومينغ ماسك حبة التقوية من المدير، شكرهم على الهدية لكنه حس إنها نوع من الشفقة على صحوة صف السيوف الضعيف رغم موهبته ال10 نجوم. أكل الحبة واشتكى من طعمها الوحش. الطعم السيء اختفى بسرعة وهو محاط بهالة ذهبية، ورسالة النظام صدمته. الحبة ادته زيادة 10 في البنية الجسدية و100 نقطة خبرة، ده كان كفاية يرفعه على طول لمستوى 2 ويكسب 10 نقاط صفات مجانية. مع تحديث شاشة الحالة اتفعلت موهبة جديدة، جسم السيف الفطري، اللي بتخليه يكون عنده سيف جوه قلبه ويسمح له يتعلم أي مهارة سيوف من غير أي قيود. سومينغ كان مبسوط وفرحان جدا وعرف إنه زي ما متوقع من موهبته ال10 نجوم يقدر يتعلم القدرات بمجرد ما يرفع مستواه. كان مليان ثقة جديدة. ابتسم وقال إنه هيوري الكل قوته الحقيقية في زنزانة المبتدئين. وصل سومينغ لمنطقة زنزانة المبتدئين في الأكاديمية الأولى. كانت عبارة عن ساحة مزدحمة بالطلاب والبورتالات. مجموعة من زملائه جم حواليه، نفس الطلاب اللي سخروا من صفه امبارح دلوقتي كانوا عايزين يتعاونوا معاه. مدحوا موهبته ال10 نجوم والهدية من المدير وقالوا إن الزنزانة هتكون سهلة. عرضوا إن صفوفهم تدعم ضعف السيف ماستر عشان يستفيدوا من نجاحه. سومينغ قرف من نفاقهم وفكر في اليوم اللي استهانوا بيه امبارح ورفضهم بشكل صريح وقال إنه عنده فريق بالفعل. كلامه اتسمع من جي ياو اللي جريت مستغربة وسألته امتى شكل الفريق. قالت إنها جت بدري عشان تكون أول واحدة تطلب التعاون. سومينغ اتفاجئ وحاول يشرح لها. قال لها إن أهدافه مش عشان المكافآت العادية وكان قلقان إنها ممكن تتأذي. بعدين اقترب وهمس لها عن نيته الحقيقية، إنه ناوي يتحدى الزنزانة لوحده. وهم بيفكروا قاطعهم طالب شعره أزرق وعنده ابتسامة واثقة قدم نفسه باسم يانز صياد شياطين 9 نجوم ودعاه رسميا لفريقه. سومينغ عرفه من حياته السابقة ورفض على طول. قبل ما يضغط يانز عليه أكتر جياو تدخلت، حطت ايدها على كتف سومينغ وقالت انه متعاون معاها بالفعل ولازم يوقفوا ازعاجه. بقية الطلبة بما فيهم يانز اعتذروا ومشيوا. بعد ما الجمهور اتفرق سومينغ بص لجياو بامتنان وفكر قد ايه هي موثوق فيها. سومينغ واقف معاها بص على الساعة ولاحظ ان وقت بداية الزنزانة قرب. في نفس اللحظة بوابة زرقاء ضخمة بدأت تدور وصوت اعلن بدء التحدي رقم 127 لزنزانة المبتدئين. من البوابة ظهر بث هولوجرافي للمدير وانغ، شكله لسه صاحي واعتذر عن تأخره. شرح قواعد التجربة الإلزامية لمدة يوم واحد، كل طالب مسجل مسبقا وهيكسبوا نقاط حسب مساهمتهم. نصحهم بشدة يكونوا في فرق لزيادة فرصهم في البقاء وإنهاء التحدي خلال اليوم. وأثناء ما المدير كان بيتكلم جي ياو بصت على سومينغ لقيته اختفى. بصت حواليها وهي محتارة. قبل ما حد يقدر يدي أي ردة فعل المدير وانغ أعلن رسميا إن السجن مفتوح. في اللحظة دي واحد اندفع بسرعة بين الطلاب التانيين وقفز جوه البوابة. الجمهور انفجر من الصدمة. كل الناس بتصرخ إن في حد دخل قبلهم بسرعة وحددوا الشخص ده إنه الطالب صاحب ال10 نجوم سومينغ. وأول ما دخل السجن سومينغ حس بذكريات زمان، افتكر إنه في حياته الأولى كان خايف ومتحمس في نفس الوقت. بعدين جه صوت قوي بيرحب بالطلاب الجدد. الصوت قال لهم إن السجن ده مكان فيه مخاطر وفرص كتير وإن لو عايزين يخرجوا لازم يهزموا الزعيم العادي. لكنه كمان لمح لوجود طريقة أصعب للحصول على مكافآت أكبر. وسومينغ بوشوشة حديدية قرر هدفه الجديد في حياته دي، هو هيختار أصعب تحدي وهيقتل الزعيم المخفي للسجن. لقى نفسه في غابة مضيئة بالضوء القمري، النظام عرفها باسم غابة المد المتوحشة وكان مستواها F. على طول لاحظ إن خريطة السجن بتتغير كل سنة، يعني المكان مختلف عن حياته السابقة. وكمان كان عارف إن نقطة الظهور عشوائية لكل متسابق.
يعني تخطيط الطريق لازم يتم على طول. ده كمان معناه إن الوحوش اللي هيقابلها هتبقى مختلفة تماما، وده أضاف طبقة تانية من الغموض. بدأ يستكشف على طول وقابل عدو صعب جدا، شجرة ضخمة عاقلة وشكل وشها محفور بالنار ومرعب جدا. سو مينغ كان عارف من حياته السابقة إن الوحش ده رغم إنه ساكن مكانه بيستعمل الكروم عشان يشد أي حد يقرب منه، لكنه كان مركز على الزعيم المخفي، مش عايز يقاتل كل الوحوش. فقرر إنه أحسن حاجة إنه يتجنب الأعداء الصعبين. بص على خريطة الهولوجرام وحط مساره. فكر في سبب اندفاعه الأول بسرعة، إنه يعطي لنفسه الأفضلية. محتاج يستكشف الخريطة الجديدة ويلاقي الأدوات اللي محتاجها، وده طبعا عشان يستدعي الزعيم المخفي. رغم إن الخريطة بتتغير كل سنة، كان عارف إن الاستراتيجية الأساسية لإثارة قتال الزعيم هتفضل زي ما هي. محتاج يتحرك بسرعة قبل ما باقي الطلاب يوصلوا ويصعبوا جمع الأدوات. وهو محدد خطته اندفع ينفذ الخطة، بينط بين الأشجار الكثيفة. بعد شوية الساعة كانت 7:30 الصبح. مجموعة تانية من الطلاب دخلت السجن. بنت شعرها أزرق فاتح وراها 2 من زملائها الولاد بصوا حواليهم ولقوا المكان فاضي وقرروا إنه آمن. بس أمانهم اتكسر لما البنت سمعت صوت من فوق الشجر، وانتبهوا بسرعة شافوا طالب تاني بيطير بين الشجيرات. الولد كان شايل مطرقة، وقع جنبهم وبيصرخ طلبا للمساعدة. الفريق الجديد قدر بس يبصوا في صدمة، ولما بصوا على مصدر المطاردة اتكشف لهم. كان في جرزين ضخمين مرعبين بعينين حمراويين. عرفوا الجرزين الشرسين، وفشل شجاعة الطلاب، وبدل ما يواجهوا قرروا يهربوا كل واحد في اتجاهه. في الساحة الخطر اتضح. الساعة 7:31 تقرير مباشر ظهر فوق البوابة بيعلن إن 3 من المتسابقين أكلهم الجرزين. أقوى طالب مات كان لي داباو، طالب ب6 نجوم. جي ياو لسه بتحاول تكون فريقها اتصدمت متفاجئة إن طالب 6 نجوم مات بسرعة. نادت على الكل بسرعة عشان يشكلوا فرق، وقالت إن الناس جوه محتاجة دعم. في الوقت نفسه جوه الغابة الوضع كان مرعب. البنت اللي شعرها أزرق فاتح كانت بتجري بسرعة على حياتها، دلوقتي لوحدها ومصابة. وهي بتجري اتفصلت عن زملائها وضاعت في الاتجاه. وهي بتحاول تعرف مكانها حست بحضور حد جديد. رفعت نظرها وشافت ظل وحش ضخم شبه القرد كان واقف على الشجرة. المخلوق نزل على الأرض، عينه الحمراء بتنور بالغضب. البنت تجمدت من الخوف، قدرت بس تتفرج على الوحش وهو بيقفز ناحيتها. غمضت عينيها وصرخت تطلب حد ينقذها. وميض أحمر ظهر قدامها بسرعة. سو مينغ ظهر، سيفه بقى كأنه ضوء وضرب الوحش. السجن كان أكتر عنفا مما الطلاب كانوا متوقعين. الرعب سيطر على المبتدئين، لقوا نفسهم مشتتين ومغمورين بالرعب. طالب واحد قال حظه وحش لما واجه دب دموي مستوى 5 في البداية، ولما حاول يهرب الوحش طعنه ومات. الفوضى ما كانتش في مكان واحد. في الغابة طلاب تانيين هربوا من وحوش زي صياد المستنقع مستوى 2 والكلب المتعقب مستوى 3، وكتير منهم ماتوا بنفس الطريقة. النداءات للمساعدة ملأت قنوات التواصل، وكل الناس كانت محتاجة مساعدة عاجلة مش جاية. في وسط الكارثة جي ياو لقت نفسها لوحدها، حواليها جثث زملائها حزينة ومرعوبة وقعت في العشب الطويل، وكانت بتترعش وهي فاكرة كلام زملائها يستخبوا. لسه نص ساعة ما عدتش من بداية التجربة، والصعوبة عالية جدا لدرجة إنها شكت إن أي طالب جديد يقدر يعيش. في مكان تاني في الغابة البنت اللي شعرها أزرق كانت مصدومة، محاصرة من وحش القرد الضخم. ولما الوحش هجم عليها سو مينغ ظهر بسرعة بالسيف، ظهر بين البنت والوحش، والبنت بصت له بإعجاب، فاكرة إنه قوي جدا وقتل الوحش في ضربة واحدة. بدأت تشكره وتقول له هل هو سو مينغ الطالب ذو ال10 نجوم؟ بس سو مينغ ابتسم وقال لها إنه بس بيمر من هنا. بعدين حذرها وقال لها إنه مش هيقدر ينقذها تاني، وكشف لها إن الوحش لسه حي. البنت اتصدمت، ولما بصت لقت ظل الوحش واقف وراها. هي صرخت وقالت هجيب حد يساعدني وجريت. بطلنا كان لوحده مع الوحش. سو مينغ شغل عين البصيرة، ظهر له على الشاشة إن الوحش ده ملك قرد متحول ومن المستوى السادس، قوي جدا لكنه بطيء شوية. فهم السبب ليه الوحش فضل حي. بعد ضربة سيفه الفضي القرد المتحول تعافى وقفز في الهواء وضرب بإيده الضخمة ضربة قوية، بس سو مينغ تفاداها بسهولة. ابتسم وقال لنفسه إن سرعة الوحش كويسة، وقرر يلعب معاه شوية. افتكر المهارات اللي ورثها من حياته السابقة، وقرر يستخدم المهارة الثالثة، خطوة الزعيم المخفية. ظهر له تنبيه من النظام قال إن المهارة بتزود سرعته 50% وبتخليه ما يتأثرش بأي هجوم وهو شغال، بس بتستهلك طاقة كبيرة جدا. طاقة زرقاء قوية غطت سو مينغ واختفى، وفجأة ظهر ورا القرد وقال له إنه وراه. الوحش استدار عشان يهاجمه، بس سو مينغ اختفى تاني. بص للوضع ولقى الوحش وقع ومش قادر يتحرك كويس. قال له خلاص اللعب خلص،
وهاجم الوحش بضربة نهائية قطعت الوحش لنصين. النظام أعلن فوزه على طول وظهر له شاشة الغنيمة. حصل على لفافة مهارة برونزية منخفضة. وقف على بقايا الوحش وفكر إن رغم إنها مهارة منخفضة لكنها كويسة بالنسبة لزنزانة مبتدئين. فجأة ضوء ذهبي غطاه وظهر لقب الدم الأول الكبير. إعلان في كل السجن قال إن سومينغ أكمل أول قتل في غابة الموجة وحصل على لقب الدم الأول. كل الطلاب اللي بيعانوا استغربوا، كمان كلهم خدوا جرعة شفاء صغيرة. واحدة من البنات المصابة شافت الجرعة في إيديها. الطلاب بدأوا يتكهنوا عن السيف الساحر الغامض. بعضهم قال ده سومينغ وبعضهم قال ممكن يكون حد تاني، لكن كلهم اتفقوا إن الإنجاز ده خلى عندهم أمل إنهم يقدروا يخلصوا السجن. في مكانه سومينغ اتفاجئ، نسي نظام اللقب العام، فهم إنه ممكن يفضح قوته الحقيقية وقرر إنه يكون حذر أكتر ويستخدم مهارة الإخفاء التام عشان يخفي إنجازاته المستقبلية. كمان استغرب إنه بعد نص ساعة هو الأول اللي قتل وحش. وهو بيجري في الغابة فجأة وقف مجموعة من الذئاب المفترسة مستوى 3 ظهرت من بين الشجيرات، عيونهم خضراء وبتلمع. سومينغ ابتسم، عرف إن الذئاب دي من أفضل الوحوش للترقية وقرر إنها فرصة مناسبة يجرب مهاراته الجديدة. كان استخدم موهبته الخاصة الترقية الشاملة وطور لفافة المهارة البرونزية اللي حصل عليها من القرد. النظام حولها لمهارة أقوى، حصل على مهارة فضية منخفضة وضربة سيف مركزة ومهارة بتخليه يشيل السيف ويركز ويضرب ضربة قوية في حركة واحدة. الذئاب صرخت وجريت عليه وسومينغ استخدم قوته الجديدة. موجة كبيرة زرقاء من الطاقة قطعت الذئاب كلها. الموجة حرفيا دمرت كل الذئاب وكل ذئب قتله كان بيزود له نقاط الخبرة. الساعة كانت حوالي 9:30 الصبح وسومينغ واقف لوحده في المكان اللي فضل ساكت فيه بعد المعركة، والأرض حواليه مليانة بقايا أعدائه. ابتسم وهو شايف رسالة من النظام بتأكد إنه وصل للمستوى 9 وأخذ لقب أسطورة الذئب الجائع. عرف إن استراتيجيته في استخدام ضربة السيف الطويلة عن بعد كانت أكتر طريقة فعالة ومن خلالها يقدر يقتل الوحوش الصغيرة دي، ورجع جربها تاني وحط سيفه في الغمد وركز، جمع طاقته وحدد هدفه، وبنظرة مليانة حسم نفذ ضربة قوية تانية. موجة طاقة ضخمة نزلت تاني مستعدة تمحي مجموعة جديدة من الذئاب، لكن المرة دي ضربته اتصدت بشكل مفاجئ في دخان ونيران، وطلع من الهياج ده وحش أكبر بكتير، شكل ثنائي الرجلين وعينيه حمراء ومضيئة. والنظام عرفه كزعيم الذئاب المستوى العاشر وكان بيبصله بعينين مليانين حقد. في الوقت اللي سومينغ كان بيزيد مستواه بسرعة رهيبة، الطلاب التانيين لسه بادئين يتجمعوا. الساعة كانت 8:30، يعني ساعة بعد ما اتفتح السجن، والفرق ابتدت تتشكل وتدخل البوابة عشان تقاتل. أصوات هجمات مضادة ملأت المكان، والفرق الجديدة بمساعدة باقي الطلاب ابتدوا يدافعوا ضد جحافل الوحوش. فريق منهم لقى نفسه في معركة صعبة. طالب شعره أزرق نط لقدام وقطع وحش كبير شبه الفأر المتحول، وده طبعا عشان ينقذ زميله اللي وقع في الأرض. هما الاتنين بقوا مستغربين وفرحانين لما شافوا نقاط الخبرة بتتوزع عليهم بعد ما قتلوه. النظام أكد لهم إنهم قضوا على الفأر المتحول. وقتها الفريق احتفل بالانتصار وحسوا بأمل جديد، وواحد من الطلاب حتى دمع من الفرحة لما وصل لمستوى أعلى. لكن الاحتفال مكملش، ظهرت رسالة مفاجئة في كل السجن. النظام أعلن إن في حد كسب لقب الدم الأول تاني، المرة دي قتل وحش زعيم. التفاصيل خلت كل الطلاب يتصدموا. اللاعب اللي عمل المعجزة دي كان صياد مستوى 9. هم اتبسطوا وشكوا في قدرتهم على تصديق إن حد بصياغة حياة غير قتالية يقدر يوصل للمستوى ده. المشهد بيرجع 10 دقايق لورا عشان يكشف مين الصياد الغامض. اتضح إنه سومينغ اللي استخدم مهارة التخفي الكامل عشان يخفي فئته، وأخفى فئته قبل ما يقاتل زعيم الذئاب. المعركة كانت عنيفة جدا. ضربة سومينغ القوية نزلت على زعيم الذئاب بوحشية، لكن الوحش كان سريع وتهرب من الضربة كاملة. بالرغم من التهرب، الضربة ضرته جدا وسابت جرح دموي ونقصت من صحته. سومينغ ما استسلمش ونط في الهواء بسرعة كبيرة وسخر من الوحش وقال له إنه مش مجرد طالب، ده معاه قوة أسطورية، ونزل بسيفه في ضربة حاسمة. النظام أكد فوزه، قتل زعيم الذئاب الفضي وأخد 500 نقطة خبرة، وده كان كافي عشان يوصل للمستوى العاشر. كمان مهاراته زادت وأخد غنيمة قيمة، عظمة مخلب حاد من الحديد وقلب زعيم الذئاب. الانتصار ده فجر إعلان في كل السجن لقب زعيم الزعماء. في مكان تاني في الغابة، يونغ دينغ وأصحابه كمان كانوا في معركة عنيفة ضد مجموعة من الذئاب. بعد تعب ودم أخيرا قضوا على آخر الوحوش. واحد من صحابه تنفس الصعداء وشكر إن اللفافة اللي بتزود الهجوم وصلت في الوقت الصح، مكافأة لقب زعيم الزعماء. بعدين اتكلم عن الصياد الغامض مستوى 9 اللي كسب اللقب. يونغ دينغ انفجر من الغضب، مش قادر يفهم ازاي لاعب بفئة غير قتالية يوصل للمستوى ده بسرعة،
وحس إنها سخرية شخصية من اللاعبين المقاتلين زي نفسه. اتكلم عن الساطور الرخيص بتاعه وقال إن سومينغ نصب عليه وخد فلوسه، ولو ما اتخدعش كان يقدر يشتري سلاح كويس من الفضة. صحابه حاولوا يهدوه لكن يونغ دينغ انفعل عليهم وبدأ يزعق ويشتمهم ويقول إن هو اللي لازم يتحمل الضرر كله. اشتكى إن بعد ما قتل كل الذئاب دي الخبرة المشتركة خلت مستواه بس 2 وحس إنه اتنصب عليه. بعدين رجع يغضب على سومينغ وقرر إنه لو لقاه في السجن هيموته. صحابه حاولوا يهدوه تاني لكنه سخر منهم. في الوقت ده سومينغ دلوقتي مستوى 10 كان قاعد في الشجيرات وبيفحص لوحة نظام جديدة. رسالة من النظام بتبارك له على وصوله للمستوى 10 وبتبدأ مهمته الأساسية لتغيير فئته. المهمة دي كانت هتتحدد عشوائي حسب وضعه الحالي. سومينغ عرف إن دي فرصة كبيرة. فكر في حياته السابقة لما وصل للمستوى 10 بس بعد ما خرج من السجن الابتدائي، وكان مهمته لتغيير الفئة مرتبطة بسجن أعلى مستوى ما قدرش يكمله، واضطر يشتغل لحد ما يوصل للمستوى ال15 قبل ما يقدر يحاولها، وده قلل قيمة الجوائز. ابتسم وهو فاكر إن الحياة دي مختلفة تماما لأنه وصل للمستوى 10 وهو لسه جوه السجن الابتدائي. المهمة اتظبطت على المكان اللي هو فيه زي ما توقع. رسالة جديدة جاتله بتقول له اقتل حارس كهف الصخور الحمراء، وحش نادر في غابة الأمواج الهائجة. ابتسم وهو فاهم إن ده هيخلي المهمة أسهل بكتير. قرر يحط كل نقاطه الجديدة في اللياقة، ولما عمل كده لوحة النظام ظهرت تاني وهنقته على وصل ل100 نقطة في اللياقة، واداله مهارة سلبية جديدة من فئة زعيم السيوف اسمها ماستر السيوف. المهارة دي بتخليه يقدر يستخدم أي نوع سيف من غير أي شروط مستوى أو نقاط. المشهد بيتحول لغرفة اجتماع في أكاديمية شوانغ جينغ الأولى. مساعد بيوري المدير وونغ لوحة هولوجرافية موجود فيها أعلى الطلاب أداءً من المدن المحيطة. المدير اتصدم لما لقى سومينغ الطالب ذو ال10 نجوم اللي كان متوقع منه كتير ما كانش موجود في القائمة. المساعد قال له إن فئة سومينغ في السيوف ممكن تكون ضعيفة في البداية، بس اعترف إنه غريب إنه مش في أعلى 500 طالب. قبل ما يكملوا النقاش الباب اتفتح فجأة وست دخلت قدمت نفسها باسم إينر راند لينج، نائبة عمدة مدينة شوانجينغ. كانت غاضبة جدا وقالت إن المدير قال لها عن طالب واحد ذو 10 نجوم، لكن البيانات بتوضح إنه مش موجود في القائمة. المدير حاول يفسر لكن النائبة اتهمته بالكذب عشان ياخد مزيد من الرموز المميزة للمجلس الأسطوري المرموق. أشارت إن حسب البيانات الحالية بس يانز وجيانغ تانغ من الأكاديمية عندهم قدرات حقيقية، وبسبب الأداء الضعيف ده قللت عدد الرموز المميزة للأكاديمية من 3 ل2، وحذرتهم إن لو الأكاديمية جت في المركز الأخير السنة دي مش هيقبضوا أي رموز السنة الجاية. وبعد كده خرجت. المدير وونغ فضل واقف مستغرب ماسك الرمزين بحزن شديد، وعارف إن المجلس الأسطوري فرصة مهمة لطلابه، وكان معتمد على سومينغ عشان يجيب لهم نقطة زيادة مش يخسر واحدة. اللي يقدر يعمله بس إنه يدعي إن سومينغ يعمل أفضل ما عنده وما يخيبش ظنه. وفي الوقت ده سومينغ وصل مدخل كهف الصخور الحمراء، بص على الخريطة واتأكد إن ده المكان الصح لمهمة تغيير الفئة، وكان مرتاح إنه ما صادفش أي وحوش في الطريق. بص جوه الكهف المظلم واعترف إنه عمره ما دخل المكان ده في حياته السابقة ومش عارف الخطر اللي مستنيه جوه. دخل الكهف بحذر وفجأة هاجم. ظهر قدامه وحش صغير أزرق البشرة، عينيه حمرا مضيئة. النظام عرفه كغول منقب ذهب مستوى 6. الوحش بصله بعينين مليانة حقد. قبل ما يعمل أي صوت سومينغ نط واتحرك بسرعة وضربه بالسيف قبل ما يقدر يحذر باقي الكهف، لكن الضربة السريعة عملت العكس. النظام قال له إنه فعل وضع وعي الكهف وأدى لتفعيل وضع الغول الخاص. سومينغ اتفاجئ واتوتر وعرف إن المهمة مش هتكون سهلة زي ما كان متخيل. من الظلام خرجت جحافل كبيرة من الغيلان، عيونهم حمراء مضيئة وهجموا عليه، والنظام أكد مخاوفه وقال إن كل الغيلان في كهف الصخور الحمراء هيهاجموه باستمرار. في لوحة تانية كان فيها شرح إن حالة العفاريت دي كانت عبارة عن سلوك زي الكسل أو الإهمال أو الجشع. سومينغ انجبر يدخل معركة صعبة وبدأ يقطع في العفاريت اللي حواليه. هو كان عارف إن العفاريت الفردية مش قوية قوي، بس عددها الكبير كان بيشكل خطر كبير. وهو بيهرب أعمق جوه الكهف بدأ يقلق من إن سلاحه ممكن ما يستحملش المعركة الطويلة دي. وهو بيحارب العفاريت فجأة لاحظ تهديد أكبر في الضلمة. عفريت ضخم من النخبة رفع سلاح ضخم مضيء. الوحش الكبير قفز ونزل بسلاحه ضارب ضربة قوية، وسومينغ اضطر يتفاداها، لكن الضربة دي كانت فخ متنسق. وهو في الهواء رمال عفاريت من الظلام بدأوا يطلقوا سهام عليهم. شوية سهام ضربوه أصابوه. لما نزل على الأرض لاحظ إن العفاريت أذكياء جدا وبيعرفوا يهاجموه في اللحظة اللي يكون فيها ضعيف. الهجوم كان مستمر بلا توقف. أول ما نزل 2 من العفاريت التانية اللي معاهم خناجر نزلوا عليه من فوق.
هو قدر يصد ضرباتهم، بس الضغط المستمر كان مرهق جدا. لاحظ ان طاقته السحرية بتخلص بسرعة، وما قدرش يستمر في استخدام مهارته القوية ظل الزعيم لفترة طويلة. دلوقتي متحوط بالعفاريت وزعيمهم القوي، سو مينغ فهم قد ايه الوضع صعب. لشخص زيه اللي مش معاه مهارات قوية في البداية، القتال المباشر كان هيبقى صعب جدا. ابتسامة واثقة ظهرت على وشه، وهو قرر ان لو النهج المباشر مش هيشتغل لازم يكون اكتر مرونة. بدأ ينفذ خطته الجديدة، قفز بعيد جدا مستخدم جدران الكهف عشان يبعد عن العفاريت، وقال لنفسه انه هيتفادى الهجوم الاول احتراما. العفاريت اتلخبطت من انسحابه المفاجئ. دلوقتي ورا صخرة كبيرة، سو مينغ راقب الوحوش وهو مبتسم بخبث، جاهز انه ينفذ الفخ بتاعه. من مكانه سو مينغ نفذ الفخ بتاعه وظهر فجأة على حافة عالية كان فوق العفاريت مباشرة. قال لهم ان معاه هدية ليهم، وهوب اطلق موجة طاقة ضخمة من سيفه. موجة الطاقة القوية قطعت العفاريت الصغيرة. بابتسامة واثقة سو مينغ عرف ان خطته نجحت. لما كان ماسك الارض العالية قدر يستخدم ميزة المدى الطويل لسيفه عشان يمحي اعدائه. وصل الهجوم واطلق ضربة تانية مسحت باقي العفاريت الصغيرة، وبعدها نزل على الارض برشاقة وسط الخراب. الساحة عم فيها السكوت دلوقتي. زعيم العفاريت الكبير كان الناجي الوحيد، وقف مش مصدق ان جيشه كله اتبهدل في لحظة واحدة. سو مينغ قرب منه بهدوء، الوحش مجروح جدا، وقال له انه الناجي الوحيد. من غير ما يعرف معركته ما كانتش بعيدة عن عينين ناس تانيين بره مدخل الكهف. واحد من صحاب يانغ دينغ كان مستخبي في العشب الطويل، قال لزعيمه انه سمع صوت قتال جوه الكهف. يانغ دينغ استغرب وقال ده مستحيل، مين يكون مجنون كفاية يدخل منطقة مستوى 7 دلوقتي؟ بس صاحبه أصر انه سمع كويس. فجأة تعبير وش يانغ دينغ اتغير لما هو كمان سمع خطوات جاية من فم الكهف. هو وصاحبه شافوا شخصية خارجة من الضلمة، مستغربين مين اللي بيقتل الوحوش في المكان الخطير ده. لما خرجت الشخصية وش يانغ دينغ اتجمد من الصدمة. كان سو مينغ ظاهر قدامه، شكله متعب لكنه منتصر. سو مينغ لاحظ المجموعة في العشب وفكر في نفسه إن الأعداء الحقيقيين دايما بيقابلوا بعض. من غير ما يعرف تاريخهم، سو مينغ كان بس بيتأمل في مهمته الأولى لتطوير الفصل، وافتكر إنها كانت قريبة من الكارثة. دلوقتي هو مستوى 11. أفكاره اتقطعت لما حس بحركة وراه. يانغ دينغ اللي كان غضبان جدا نفذ هجوم مفاجئ. سو مينغ تفادى الهجوم بسهولة، وده طبعا من غير ما يلف وراه حتى. يانغ دينغ استغرب جدا من فشل كمينه بسهولة. كان غضبان، أمر صحابه الاتنين يحاوطوا بسو مينغ ويمنعوا هروبه. مع دعم صحابه واجه يانغ دينغ سو مينغ، وقال له انه سبب له خسارة كبيرة اليوم، وان حظه الوحش وداه للقاء في الكهف ده. سو مينغ بص لهم وهو زهقان ومش مهتم. يانغ دينغ سخنه وسأله اذا كان خايف دلوقتي. سو مينغ ميل راسه وسأل بصراحة هو مين. يانغ دينغ اتصدم لان كلام سو مينغ كان مهين جدا لانه معرفوش. غضب وقال ان سو مينغ نسي انه كان كسب منه 5000 قطعة ذهب. وهو بيصرخ من الغضب أمر صحابه يهاجموه، والتلاتة جريوا بسرعة عليه. سو مينغ فضل هادي وقال لهم مفيش داعي للقوة عشان مجرد انه مفتكرش. ابتسامة واثقة ظهرت على وشه وهو شايل سيفه. قرر ان دي فرصة مثالية يجرب مهارته الجديدة. بابتسامة سو مينغ استدعى سيفه اللي بدأ يلمع بطاقة حمراء دوارة. أطلق مهارته الجديدة، السيطرة على السيف. السيف اتحرك لوحده في الهواء وضرب بسرعة كبيرة. قبل ما يانغ دينغ وأصحابه يردوا، بطلنا اتحكم في السيف عن بعد وقطعهم في ضوء أحمر. التلاتة اندفعوا بعيد بيصرخوا من الألم، ووقعوا بعدها على الأرض مهزومين فورا. سو مينغ ابتسم كده راضي عن عرض قوته الجديدة. يانغ دينغ كان مصاب على الأرض، شاف ده بدهشة كبيرة. عرف التقنية وهي السيطرة على السيف، وتلعثم من الدهشة. مستغرب ازاي ده ممكن. السيف بيطوف حواليه بشكل مخيف، وهو صرخ ان السيطرة على السيف مهارة متقدمة، والمهارة دي للسيف ما ينفعش حد يتعلمها إلا متأخر. في دماغه سو مينغ فكر في أصل المهارة. هو كان أخد مخطوطة السيطرة على السيف بعد ما غلب العفريت النخبوي، بعدين استخدم موهبته الفريدة التركية الشاملة، وحسن المخطوطة عشان تبقى مهارة قابلة للاستخدام. فرح بالنتيجة مش بس لأنها قوية، لكن لأنها كمان بتناسب صورة السيف اللي قدام الناس، وده هيخلي مستواه الحقيقي ما يبانش. بس بعد كده فكر في كنز أهم. بعد مهمته الأولى لتطوير الفصل، أخد مخطط مكان مخفي من الصندوق الأخير، وقف على أعدائه المهزومين، وفتح المخطط الغامض على شاشة هولوجرافية ذهبية. لما المحتوى اتكشف، تعبيره اتغير من الثقة للصدمة التامة. المخطط الغامض خلاه متحير جدا. الإحداثيات كانت لكهف الصخور الحمراء الجزء الثاني. اتضايق فورا، مستغرب ليه لازم يرجع لنفس الكهف تاني. استغرابه زاد لما قرأ العنوان الغريب على الخريطة: العفاريت والتجارة والحياة، واللي ما كانش مفهوم ليه.
في نفس الوقت الساعة 11:30 الصبح في جزء تاني من الغابة كانت مجموعة من 3 بنات بيحتفلوا بعد معركة شديدة مع وحش كبير. واحدة من البنات كانت مستوى 7 دلوقتي، تنفست الصعداء، اعترفت ان نجاحهم كان بفضل زميلتهم ذات المستوى 7 نجوم، بنت شعرها اخضر فاتح اسمها فين فاسي اللي ساعدتهم في المعركة. بعد انتهاء المعركة جريت واحدة من الفريق تفرح وتروح توزع الغنايم. فين فاسي بصت لصاحبتها التانية وسألتها إذا كانت كويسة، والبنت قالت إنها تمام. بعد لحظة تعبير فين فاسي تحول للدهشة، بصت حواليها مستغربة وسألت في حيرة فين زميلتهم التانية اللي راحت تجمع الغنايم. فجأة اختفت. بدأ الخوف يتسلل ليها وهي بتدور في المكان كله. جسم الوحش كان بيختفي، لكن صديقتها ما كانش ليها أي أثر. مش فاهمة إيه اللي حصل. بعدها عيون فين فاسي اتسعت من الرعب لما فهمت حقيقة مخيفة. المخطط الذهبي اللي أخده سومينغ كشف سجل مخلوقات مروع بعنوان حياة العفاريت. كان بيشرح إزاي العفاريت بتعيش في قبائل في الأماكن المظلمة بقيادة زعماء وشامان. النظام بعد كده وضح إن للحفاظ على معدل تكاثرهم العالي العفاريت بتخطف المخلوقات الأنثوية بأي وسيلة، مع صور مرعبة بتوضح اختطاف الطالبات. سومينغ قرف جدا وصدق الطبيعة المريضة للعفاريت في العالم ده. رجع من صدمته واتبع الإحداثيات الموجودة على المخطط. الإشعار أكد له إنه وصل للمكان، لكنه لقى نفسه في غابة كثيفة وهادية. بص حواليه محتار. المخطط كان للجزء الثاني من كهف الصخور الحمراء، بس مفيش أي كهف في الأفق، وده خلاه يتساءل إذا الإحداثيات دي كانت غلط. وقف ساكت يحاول يحل اللغز. ضباب كثيف دخل وغطى الرؤية، حاسس إن في حاجة غلط. فبطلنا مسكتش شغل مهارة العين البصيرة. رؤيته اتوضحت وقدر يشوف وحش ضخم شبه الفأر كان مخفي قبل كده. الوحش اتفاجئ لما بطلنا اكتشفه. سومينغ فهم الحيلة وابتسم بثقة. استوعب ان اسم كهف الصخور الحمراء الجزء الثاني كان لخداع المتحدين عشان يدوروا على كهف حقيقي. المدخل الحقيقي ما كانش كهف خالص، لكنه وهم محمي بالوحش. بعد ما اكتشف سومينغ الخدعة عرف ان المدخل الحقيقي كان كهف تحت الارض، ونط جوه الفتحة المخفية. وهو بينزل شاف نار تحت وفهم ان العفاريت استخدمت الدخان بذكاء عشان تخفي المدخل. نزل بأمان جوه الكهف الكبير ووشه بدأ يبقى جدي. شاف كشاف عفريت وحيد وقرر ما يهجمش عليه. افتكر ان قتل حتى عفريت واحد ممكن يفعل وضع العفاريت ويخلي العش كله يعرف. وقتها فكر في نفسه ان هو بس جاي على الكنوز ولازم يكون حذر. بس وهو ماشي جوه اكتر لقى جثة فين فاسي ميتة. سومينغ فهم انها لازم تكون اتقضى عليها بعد ما وقعت في فخ الدخان. عمل تعبير على وشه من الاشمئزاز وفكر ان المخلوقات دي شريرة زي ما كتاب الوحوش وصفها. بعد شوية سمع صراخ يائس من جوه الكهف. شاف طالبة تانية شعرها بنفسجي قصير كانت محبوسة بين كذا عفريت، كانت لسه عايشة. وفكر سومينغ بطريقة عملية، فكر يستخدمها كوسيلة تشتيت عشان رحلته على الكنوز تبقى أسهل. قرر إنه هيسيبها تموت وقال لنفسه إنها غلطتها إنها مش قوية كفاية. بس قبل ما يقرر يسيبها البنت صرخت صرخة أخيرة بتطلب حد ينقذها، وعرضت مكافأة كبيرة. وبعدين قالت إن أختها الكبيرة هي نائبة مدير مجموعة ديجانجان. ساعتها عيون سومينغ اتسعت من الصدمة وفهم وقتها هي مين. وفي اللحظة دي العفاريت هجمت مستعدة تضرب البنت المرعوبة. بالظبط لما العفاريت هجمت سومينغ تدخل، رمى سيفه لطرف الهواء بشرائط حمراء قبل ما يغرس في الأرض وطير المخلوقات كلها بعيد. بعد كده نط على جنب جون غيون كينغ، وبابتسامة واثقة على وشه سومينغ فعل قدرة التحكم في السيف. استدعى سيفه اللي كان بيضيء بطاقة حمراء قوية، وهو بيستعد لضربة السحب بالسيف أطلق الهجوم. انفجار ضوئي ضخم ومش قاتل غطى المكان كله. خطته كانت مبنية على اللي قرأه قبل كده. العفاريت عندهم ضعف كبير للضوء القوي. سومينغ مسك جون غيون اللي كانت مصدومة جامد حرفيا وساعدها تقوم. كان عارف انه طالما ما قتلش اي عفاريت الوميض هيخوفهم من غير ما يفعل وضع العش. جريوا لحد ما وصلوا لمكان آمن. سومينغ بص وراه واتأكد ان فرضيته صح. العفاريت المشتتة ما جريوش وراهم. جون غيون كينغ تعبت لكنها آمنة. احمر وشها وشكرته على إنقاذها وعرفت بنفسها. سومينغ فكر على طول في الصورة اللي أختها ورتها له وتأكد إن دي أخت جان غيلان الصغيرة. بس سومينغ ما اهتمش، رفض شكرها ببرود وقال إنه بس مر من هنا وبدأ يمشي بعيد. جون غيون كينغ نادت بسرعة عايزة تقدم مكافأة وذكرت أختها القوية. سومينغ قطع كلامها ببرود وقال لها إنها لازم تهتم بالنجاة من الدنجون قبل ما تتكلم عن أي مكافآت، وهي بتتوسل له إنه ما يسيبهاش. قال بوضوح إنه خلاص أنقذها مرة واحدة وضعفها هيبطئه.
رغم كلامه القاسي وهو بيراجع خريطة الكنوز، استغرب لما شاف إنها اتبعته. هو تجاهلها وأشار لمكان مضوي على الخريطة وقال إن الكنز مدفون هناك بالظبط. جون غيون كينغ وقفت تراقب، بتسأل بعصبية إذا العفاريت لسه وراهم، وسو مينغ بدأ يحفر. بعد شوية تعب أعلن إنه لقاه. طلع صندوق كبير من الفضة. كان عارف إن ده أعلى درجة للصناديق في الدنجون المبتدئ، لكنه ناوي يستخدم موهبته الفريدة لترقية الجودة. لما فعل قدرته، الصندوق بدأ يشع نور ذهبي رائع وخلى جون غيون كينغ مذهولة. سو مينغ رفع الكنز المحول وقال إنه دلوقتي صندوق كنز من الدرجة الذهبية منخفضة الجودة. كان عارف إن الصناديق دي زي اليانصيب، وغالبا بتدي معدات قوية أو مهارات أو أدوات. بابتسامة واثقة فتح الصندوق مستني يشوف الكنوز اللي جواه. جون يون كينغ بصت بإعجاب والنور طلع منه جامد، وطلع حاجتين: قطعة درع كتف مزخرفة من الذهب ولفافة ذهبية. يا ترى دول هيفيدوا بطلنا سو مينغ ازاي؟ وهل هيقدر ينهي الدنجون ده؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الجاي من الحكاية. ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات انكم عايزين الجزء التاني، وما تنسوش برضو تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.